بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي، اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات مراجعه ليله الامتحان. مراجعه ليله الامتحان هي عباره عن حلقات مجمعه كده. انا للاسف طبعا انتوا عارفين ان في ناس كتير جدا تكون خلصت الفيزياء او الفيزياء عامه اتنست، فاحنا هنراجع المنهج كله كمسائل وافكار الامتحان. ازاي بقى؟ يعني مثلا انت عندك 46 فكره ب 46 مساله ان شاء الله رب العالمين موجودين في الامتحان. الكورس بتاعنا اسمه شفرات الحفناوي. الشفرات دي احنا بننزلها، ومهمه جدا 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 ان انت لازم تخلي بالك ان الشفره اللي هنقولها هتمشي بيها تعرف تحل اي سؤال موجود فيه. طب المراجعه تاني عامه عباره عن اكتر من مراجعه او اكتر من 12 جزء. ال 12 جزء 46 فكره. ال 46 فكره هم اللي موجودين في الامتحان ان شاء الله رب العالمين. يلا بقى نبدا مع بعض. اول فكره، في افكار مهمه جدا في امتحان الفيزياء. امتحان الفيزياء دايما مفضوح، بيبقى معروف، بس في ناس ما بتعرفش تفك اللوغاريتمات بتاعه الامتحان بتاعتنا. وخلي بالك برضو كمان في ان انت ازاي تعرف تفك لوغاريتمات كراسه المفاهيم. طب ليه؟ لو انت عرفت تفك لوغاريتمات كراسه المفاهيم وتعرف تتعامل معاها كويس جدا، هتلاقي نفسك بتعرف تحل بسهوله وفي وقت قليل. وده بقى اللي هنبدا نشتغل بيه الفتره اللي جايه. تمام؟ حلو قوي. طب ايه المطلوب منك؟ المطلوب من حضرتك تمسك ورقه وقلم معاك. ليه؟ لان انت عارفين الاونلاين ما هو الا ايه؟ الا مسكن. طب امتى الاونلاين يبقى قوي جدا؟ في حاله واحده بس، لما تمسك ورقه وقلم ومعاك وتحل معاك ازاي، وتوقف الفيديو وتشغل وتوقف الفيديو. مش هياخد منك وقت قليل، بس هتلاقي نفسك ايه؟ بتاخد خبره كبيره جدا. اول فكره او اول افكار الفصل الاول. الفصل الاول ده فكره مهمه جدا جايه في الامتحان، هي فكره الار 1 على الار 2. والشفره بتاعتنا بتقول فكره لالا. اللي انت بتقوله ده هو ده الفكره اللي بتكلم فيها بجد. الفكره الاولى بتقول ايه؟ اول قانون عندك طبعا انت عارف الار دي هي ايه؟ قال لك بص، الار هي المقاومه، تمام، او الممانعه التي يلقاها التيار عند مرور في موصل. سهله قوي. المقاومه دي حضرتك عباره عن ايه؟ قال لك بص بقى، الار بتساوي رو اي في ال على ايه. طيب اوكي، مفهومه. طب لو ما ادالكش ايه؟ قال لك سهله، هشيل الايه واحط مكانها ايه؟ الار. يعني هتبقى رو اي في ال على باي ار تربيع. حلو قوي. عشان كده عوامل المقاومه تتوقف على حاجه اسمها ايه؟ اول حاجه اسمها الروي. ايه بقى الروي؟ مين فاكرها؟ كانت اسمها المقاومه. ايوه برافو عليك، المقاومه النوعيه. المقاومه ايه؟ النوعيه. حلو. وال اللي هو طول السلك. حلو قوي. طيب ايه اللي هو المساحه؟ طيب حلو قوي. والار اللي هو نصف القطر. حلو قوي. انا بتعامل مع الطالب كانه ما خدش فيزياء خالص. ده عامه. ليه بقى؟ لان الفيزياء دلوقتي اتنست. يعني الفيزياء حاليا دلوقتي اتنست، فاحنا بنفكرك الاول وبعد كده نعرف نتعامل مع المسائل. فواحده واحده كده مع بعض، ونبدا كده الاول ونصلي على النبي. وما تقلقش، الفيزياء ان شاء الله ماده في الجيب باذن الله. يلا نكمل. حلو قوي. عوامل المقاومه كام حاجه سيادتك؟ قال لك عوامل المقاومه هم 4 حاجات: طول السلك، مساحه المقطع، نوع الماده، ودرجه الحراره. طيب طول السلك لو خدت بالك هنا متوصل طردي مع الار. حلو قوي. يعني كل ما طول السلك يكبر يبقى المقاومه ايه؟ هتكبر. حلو. مساحه المقطع علاقه عكسيه، يبقى كل ما مساحه المقطع تكبر يبقى الايه؟ المقاومه هتقل. الرؤيه اللي هي المقاومه النوعيه، ده نوع الموصل دي تتوقف. يعني افضل موصل للاسلاك والنحاس، لان المقاومه النوعيه بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى صغيره. طبعا دي سهله، يبقى حلو قوي. بس في حته خلي بالك منها، في ناس كتير جدا بتلخبط فيها، اللي هي ايه؟ اسمها الار اللي هو نصف القطر. نصف القطر المقاومه بتتناسب عكسيا مع مربع نصف القطر. يعني لو زادت الار للضعف معنى ذلك ان المقاومه هتقل للربع. حلو قوي. طب لو زادت دي ل3 امثالها معنى ذلك ان المقاومه هتقل للثلث. حلو قوي. طيب حلو قوي. طب ده بالنسبه بقى الفكره او شرح الجزء ده. والمقاومه طبعا وحدتها الاوم. حلو قوي. في ناس خلي بالك بتتلخبط في حته مهمه جدا، والناس لازم تاخد بالك منها قوي، اللي هي فكره شده التيار. يا جماعه شده التيار زادت قلت المقاومه ثابته. شده التيار زادت قلت المقاومه ثابته. اتفقنا؟ فخلي بالك المعلومه دي مهمه جدا، وتخلي بالك قوي في الحته دي. طب الشفره بتاعتك يا عم الحفناوي شفرتك ايه؟ قال لك تعالى بقى نمسح الكلام ده. يلا. الشفره بتاعتي بتقول لي قانون اسمه قانون لالا. ايه ده بقى؟ هو قانون لالا. يبقى اول شفره عندي وجايه في الامتحان، خلي بالك من اللي هكتبه وركز معايا. القانون بتاعي بيقول لك ار1 على ار2 بتساوي سيادتك ايوه ال1 صح، A2 L2 A1. اسمه قانون لالا. عرفت ليه اول شفره عندي؟ طب تمام حلو. طب لو اداك نصف قطر قال لك سهله، هنشيل الايه ونحط بدلها ار تربيع. يعني هتبقى كده
ال واحد ار 2 تربيع ال 2 ار 1 تربيع. دي جايه في الامتحان يا مستر؟ جايه في الامتحان وليها 3 اشكال للحل. هقول لك دلوقتي ازاي بيجي في الامتحان. طيب دلوقتي يبقى القانون اول شفره عندي اسمها شفره مين سيادتك؟ شفره لالا، اللي هو ايه؟ ال واحد 2 ال 2 ايه 1. انا مسؤول عن الكلام اللي بقول لك عليه. 46 شفره ب 46 مساله. تاني 46 شفره ب 46 مساله. هتقول لي المستر بينجم؟ ما انا مش بنجم، انا بشرح لك المنهج كله بس بصفه بطرق ايه؟ الاسئله، يعني طريقه الامتحان هتجي لك ازاي. انا كده بشرح المنهج كله اوكي، ما هو كده كده طبيعي اوريدي هيجي لك في الامتحان اللي انا بقوله، لانه كده كده المنهج كله، بس انا عامله على هيئه ايه؟ على هيئه افكار. فكره 1 2 3 لو جالك كذا 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 واحده منهم جايه في الامتحان، اقسم برب الكعبه زي ما بقول لك كده، تمام؟ فكره 1 2 3 واحده منهم جايه في الامتحان، فكره واحد. انا شارح المنهج كله اوكي تمام، فبالراحه كده هنعرف نتعامل ازاي، لان خلي بالك مهمني قوي ان انت ما تسيبش ثانيه في الفيديوهات اللي احنا بننزلها، تمام؟ وفي يوم الامتحان باذن الله، يوم الامتحان هنزل الصوره مع فكره السؤال، صوره السؤال مع فكره السؤال، وده بقى هنشوف الكلام ده، تمام؟ يلا بقى مع بعض كده القانون بتاعنا. يبقى انا عندي ار1 على ار2 بتساوي ايه سيادتك؟ ال واحد 2 ال 2 اي 1 اللي هو قانون لالا. لو اداك نصف قطر بنستخدم القانون ده، ال واحد ار 2 تربيع ال 2 ار 1 تربيع. وده سؤال مهم جدا جدا جدا، او فكره مهمه جدا جدا جدا. طيب حلو. طيب هنا بقى افرض قال لي صحب سلك. ايه صحب سلك؟ هنشرحها الاول وبعد كده هنحل عليها. على فكره صحب سلك، افتكر زمان لما كنت تخين وبكرش. ما انا كنت تخين وبكرش، فجت والدتك مسكتك من رجليك ووالدك مسكك من رقبتك وفضلوا يشدوا فيك، بقت طويل وايه ورفيع. نفس الفكره بالظبط. فقانون لو سمعت في المساله اعيد تشكيله، صحب سلك، ثنيا سلك، تمام؟ اي واحد من الثلاثه دول لازم تستخدم القانون ده. لو معاك طول هتقول كده ار1 على ار2 بتساوي ايه سيادتك؟ ال1 تربيع على ال2 تربيع. طيب القانون الثاني A2 تربيع على A1 تربيع لو هو اداني مساحه. حلو. القانون الثالث R1 على R2 بتساوي R2 أس 4 على R1 أس 4. ودول واحده منهم جايه والله مش عارف، بس الفكره دي نفس فكره توصيل المقاومات عشان ما اقدرش اقول جايه ومش جايه. فاحنا دي الفكره، اول فكره عندك موجوده في الامتحان. طيب السؤال بقى ازاي؟ يبقى انا كده شرحت الفكره، نقول السؤال ازاي. بعد ما اقول السؤال ازاي تمام، هنبدا بقى الجزء الثاني، حل السؤال ده. الاسئله اللي جت في الامتحانات هروح جايبها لك وحللها لك مع بعض بالتفصيل، واحلها واحده 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 وهتلاقي الدنيا سهله. يبقى الاول السؤال ازاي؟ تمام، ركز بس معايا الاول. اول حاجه هنشرح الاول وبعد كده اقول لك الفكره، عشان يبقى كده خلصنا الجزء الاول اللي هو ايه؟ الفكره بتاعه ال 46. لو انا مثلا اداني مثلا سلكان من نفس النوع، طول الاول ضعف الطول الثاني، يعني هيقول لي كده سلكان، ناخد يعني السؤال مش هيجي لك كده، بس انا بقول لك ناخد مثال من نفس النوع من نفس ايه؟ طب ممكن سؤال يا مستر ليه انت مش حطيتش الرو اي؟ قال لك مبدئيا كده الرو اي لو انت هتجيب ار1 على ار2 علميا عشان تبقى صحيحه لازم يكونوا من نفس النوع، عشان كده من نفس النوع دايما هتجي لك في الامتحان. طول الاول مثلا ضعف الثاني، ضعف ايه؟ الثاني، ومساحه الثاني ضعف الاولاني. حلو، شفت بقى بتلخبط. هنقول كده ار1 على ار2 بتساوي ال1 A2 ال2 A1. الطالب هنا بيتعب، يعني ايه كلمة طول الاولاني ضعف التاني؟ خلاص انا هعملها كده، طول الاول ضعف يعني ال1 2 مين؟ التاني اللي هو ال2، ومساحة التاني ضعف يبقى الA2 ب2 الاولاني A1. صح، يبقى نقول كده ال1 نحطها اللي هي كام؟ 2 ال2. حلو، وال2 زي ما هي ال2، الA2 2 A1 والA1 زي ما هي، دول يروحوا مع بعض 2 في 2 بقت كام؟ 4 إلى 1. 4 إلى إيه؟ إلى 1. طيب السؤال مش هيجي لك كده سيادة، هيجي لك إزاي؟ هيجي لك دلوقتي هقول لك، أو خلينا ناخد فكرة تانية نشرحها وبعد كده ناخد أسئلة على الفكرتين. أسئلة على إيه؟
على فكرتين مع بعض. الفكره الثانيه يبقى احنا اول فكره عندي اللي هي فكره ال 46 سؤال قانون لاج اللي هو نسب المقاومات. الفكره الثانيه هقولها لك دلوقتي بتاعه توصيل المقاومات، تمام؟ الفكره الثالثه على حسب ترتيبه المنهج، معلش هلخبط شويه في المنهج، هجيب لك توصيل او اللي هو الترانزستور، وهقول لك دلوقتي ازاي يجي لك الامتحان. يبقى دول الثلاث افكار بتوع الجزء الاول من الفيديو بتاعي. حلو، اقسم برب الكعبه موجودين في الامتحان. حلو، فكره ارجع كده الامتحانات السنه اللي فاتت لا تخلو من الامتحان، تمام؟ هقولهم لك الاول اشرحهم، وبعد ما اشرحهم اروح عامل ايه؟ هروح جايب لك اسئله الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت ونبدا نحلها مع بعض. يلا يا شباب، يلا يا شباب نبدا بقى نمسح بقى الكلام ده، نخش للجزء الثاني اللي هو جزء توصيل المقاومات واللي جاي في الامتحان. بس دي هيجي لك شكل ويقول لك مثلا نسبه المقاومات، مين اكبر مقاومه، مين اقل مقاومه، وهكذا. اول حاجه انت عندك في توصيل المقاومات دي الفكره الثانيه، يبقى انا عندي 46 دي 2 من 46. الفكره الثانيه بتاعت حضرتك اللي هي ايه؟ توصيل المقاومات. اول حاجه انا عندي توصيل المقاومات نوعين، ايه هما؟ توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي. التوصيل المقاومات على التوالي حضرتك بشرح كانك لسه في الاول اهو. توصيل على التوالي بتلاقيهم ورا بعض ورا بعض ورا بعض، طوالي 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 اهو، ده توصيل على التوالي. المقاومه R1، مقاومه R2، مقاومه R3، دول متوصلين على التوالي سيادتك. حلو، يبقى الار توتال هتساوي ايه؟ ايوه اجمعهم، R1 زائد ايوه R2 زائد R3. حلو، ولو كانوا متساويين بقول الار توتال بتساوي ان في ار، وركز قوي في الحته دي. طيب لو هما 2 R1 زائد R2، ملحوظه الاي هنا ماله ثابت والفي ماله متغير. حلو قوي. طب يلا بقى الثانيه دي في التوصيل على التوازي هتلاقيهم ورا بعض كده قصاد بعض كده. حلو قوي، R1 R2 R3. السؤال هنا بقى بسيط جدا، هنا انا عايز اجيب الار توتال، انا هشقلب القانون هقول كده 1 على R1 صح زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 الكل اس سالب 1. خلي بالك من القانون ده. طب انا شفت عملت ايه؟ عرفت ليه قلت الكل اس سالب 1؟ طب لو هما 2 بقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، على حاصل ايه؟ جمعهم. حلو قوي. طيب لو هما متساويين بقول ان ار على ان، بقول ار على مين؟ على ان. لا تنسى ان الاي هنا ماله؟ الاي هنا متغير سيادتك والفي ثابت. يعني الكلام ده يعني خلي بالك هنا ما دام على سلكه واحده الاي هنا هو نفس الاي هنا هو نفس الاي هنا صح، انما الفي لا استنى، الفي هنا طب واتك على الحته دي قوي عشان ممكن تيجي محض سؤال. الفي هنا يختلف عن الفي هنا يختلف عن الفي هنا. اوكي يا مستر تمام. طب تعالى هنا بقى، هنا بقى هتلاقي في واحده بس، ده انت عندك نقطتين صح، لكن الاي هنا موجود صح واحد، وهنا اي 2 وهنا اي 3، هنا الاي توتال صح كده ولا لا؟ مفيش مشكله. يبقى ده بقى الشرح بتاعه. حلو، يبقى في الاول شرحنا الجزء ده وكلنا عارفينه، بس انا بفكرك بس علشان عارف ان انت اكيد نسيت الفيزياء تمام. فتعالى بقى مع بعض كده نخش بقى على الجزء الثاني بقى، ازاي يجي لك سؤال في الامتحان. اول حاجه هنا الاسئله 3 انواع، ودي خبره سنين خلي بالك اللي انا بقول لك عليه. السؤال يديك شكل يقول لك عايز قيمه الاي زي في امتحان سنه 2021، يا اما يديك 3 اشكال ويقول لك اوجد الترتيب التصاعدي يعني من الصغير للكبير، يا اما يقول لك 3 اشكال ودي الثالثه يقول لك مين فيهم اقل مقاومه زي بتاعت ايه 2021. دول ال3 انظمه بتوع الامتحان، غير كده ما يجيش تمام. فاهم المشكله في ده؟ وهثبت لك الكلام ده في منشور في اخر يوم الامتحان. ركز، يوم الامتحان بعد صلاه بالظبط بعد الامتحان وانت خارج هنزل ايه المنشور. يا جماعه السؤال ده انا قلت عليه وجالك كذا، السؤال ده انا قلت عليه وجالك كذا، السؤال ده انا قلت عليه وجالك كذا، وانا اللي مسؤول عن الكلام ده. فهمتوا الفكره؟ يبقى تاني 46 سؤال ب 46 مساله، 46 فكره ب 46 مساله تمام، وانا اللي هتحاسب براحتكم. شوفوا انا بقول لكم ايه، انا اللي هيثبت لان ده يوتيوب، انا هشتغل على اليوتيوب وهنزل على المنصه، فبالتالي انا كده كده الحاجات دي ما جاتش انا اللي هتحاسب عليها. ليه؟ ما هو طبيعي يا سيادتك لان انا اديك المنهج كله. فهمت بقى؟ انا مظبط المنهج كله على 46 فكره، 1 2 3 1 2 3، ما جاتش دي تيجي لك دي. فهمتوا؟
الكورس ده اسمه شفرات الحفناوي، هيفيدك قوي، ده الحل مع امتحان الفيزياء. تعالى بقى، ده الفكره الثانيه. يبقى انا عندي اول فكره خدناها، راجع معايا، فكره الار 1 على ار 2 شفره الحفناوي بتقول لك لا. الفكره الثانيه فكره الايه؟ التوصيل على التوالي والتوازي، ودي سهلين. نخش بقى على الفكره الثالثه بقى. الفكره الثالثه بتاعت الجزء الاول بتاع حلقه مراجعتنا، الجزء بتاع الترانزستور، وده هيجي لك كده مفيش اختلاف فيه، وهدربك عليه بعد الفكره الرابعه. يعني بعد الفكره الرابعه هروح مدربك عليه. الفكره الثالثه بنتكلم على الترانزستور. ايه هو الترانزستور الاول؟ تعالى بقى نشرحه مع بعض. الترانزستور حضرتك هو عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن 3 مناطق اهو. ركز معايا، بشرح مع بعض واحده واحده اهو. اللي هقول لك عليه خده وانت مغمض. المنطقه الاولى اسمها منطقه الباعث اي، المنطقه الثانيه اسمها منطقه القاعده بيس بي، المنطقه الثالثه سي منطقه المجمع. حلو، ازاي؟ يلا نشرح. ما دام نشرح يبقى لازم نقول كل حاجه مع الحاجات المهمه، مش كل حاجه يعني، بس الحاجات المهمه. الباعث نسب الشوائب بتاعته مالها كبير، حلو قوي، بس الحجم بتاعه متوسط. القاعده صغيره الحجم وصغيره الشوائب، يبقى دي النون الصغنن بتاعها، صغيره الحجم وكمان الشوائب بتاعتها بتبقى صغيره. السي ده كبير الحجم، يبقى كبير الحجم لكن شوائبه ايه؟ قليله، شوائب اقل من الباعث، يعني اقل ايه؟ من الباعث. حلو قوي. ممكن اضحك عليك واقول لك النسبه بين الشوائب بتاعه الباعث الى الشوائب بتاعه المجمع فاكبر من الواحد الصحيح. ما اعتقدش، بس ممكن تيجي، احنا من اي حاجه بنقولها صح. طيب يفقد ليه جزء هنا؟ هقول لك بالتفصيل دلوقتي. هيطلب منك 3 حاجات. سيبك من القاعده مشتركه والباعث مشترك، الترانزستور ده انا مدرسته في الجامعه كان اكبر من كده، فانتوا اللي بتاخدوه قشور. اول حاجه اسمها الفا اي. اسمها ايه يا شباب؟ اسمها ايه؟ الفا اي. ايه معنى الفا اي؟ ثابت التوزيع. ايه ثابت التوزيع؟ هقول لك مثال وهتفهمه. دلوقتي حضرتك انا فلنفترض والدتك قالت لك مدرس الفيزياء الراجل المحترم الكمل ده راجل تعب معاك السنه كلها وجاب لك حبه ايه؟ حله محشي. جابت لك حله محشي وقالت لك خد يا ابني ودي حله المحشي ده لمستر احمد الحفناوي وهو مروح في الطريق عشان خاطر ايه؟ بيحب المحشي. وفعلا انا بحب المحشي. حلو. فالحاجه قالت لك ايه؟ خد الحله دي وديها له، وانت جاي في الطريق حضرتك وشايل حله المحشي فجعت في الطريق. ده طبيعي، ما انت بني ادم صح؟ بني ادم هتجوع في الطريق. حلو. فرحت واكل من حله المحشي صح؟ وحضرتك بعد ما اكلت حله المحشي بس قلت ايه؟ قلت اما اخد شويه صغيرين عشان مستر احمد ما ياخدش باله. بس انت مش اذكى من مستر احمد ومش اذكى من الحاجه كانت عداهم 100 صباع محشي. حلو. وانا لما جيت رحت عددهم لقيتهم 80 صباع محشي. حلو. ال 100 صباع وصلوا 80، ما في فقد ولا لا؟ هي دي ثابت التوزيع. الله، فهمها لي اكتر يا عم الحاج. بص بقى هنا ركز معايا اهي. انت عندك الباعث ده مصدر اللي فيه التيار الكبير صح؟ هو رايح في قاعده، القاعده بتعمل ايه؟ بتفقد جزءا من التيار. ايوه تاني، بتفقد جزء من التيار بيروح لسد الشوائب اللي موجوده فيه. حلو. وبعد كده تروح للمجمع. عشان كده ثابت التوزيع هي النسبه بين تيار المجمع الى تيار الباعث، ولازم تبقى اقل من الواحد الصحي. وجت في امتحان قبل كده اقل منين؟ من الواحد الصحي. ليه؟ لان تيار الباعث اكبر من تيار المجمع. ليه؟ عشان فقد جزءا منه لسد مين؟ الشوائب. فهمتها ولا لا؟ حلو. ايه بقى الاي سي ده؟ الاي سي ده اسمه تيار المجمع، الاي اي تيار الباعث. حلو. طب ممكن نقول قانون تاني اهو، بتساوي البيتا اي على 1 زائد البيتا اي، وموجوده عندك في كراسه المفاهيم. ايه بقى البيتا اي ده يا سيادتك؟ اسمها معامل التكبير. معامل ايه؟ التكبير. حلو قوي. معامل التكبير انا عايزك تحفظه لي او لا، كده موجود في كراسه المفاهيم. اسمه معامل التكبير. معامل ايه سيادتك؟ التكبير. بتساوي ايه؟ قال لك اي سي على اي بي هو النسبه بين تيار المجمع الى تيار القاعده. برافو عليك، تيار مين؟ القاعده. حلو قوي. وممكن كمان نقول الفا اي اللي هي ثابت التوزيع على 1 ناقص الفا اي، وده مهم جدا محض سؤال. ما تصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ادي سؤال. حلو. الفكره دي
او اللي بعدها. ايه بقى اللي بعدها بقى سيادتك دي؟ اللي هي الترانزستور لما يكون في وضع الاون ووضع الاوف، دي او دي، وممكن الاتنين يجوا لك، ودي ساعتها ايه؟ يبقى مصلحه كبيره جدا 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 والدنيا تبقى زي الفل. حلوه قوي. طب ما تيجي بقى ناخد الجزء الثاني بتاع ده، عشان قبل ما نخش الجزء ده ناخد الجزء الرابع ونحل عليهم بالتفصيل. ها تمام كده؟ امين. يلا بقى نحل على الجزء ده. يلا بقى حضرتك ناخد الجزء الثاني. الترانزستور يا اما في حاله اون يا اما في حاله اوف. بس قبل ما اتكلم هقول على حته كده كل الناس بتقع بيها. دلوقتي حضرتك خدت بالك من حاجه مهمه جدا، ان الكهرباء عندنا فيها مشكله، وناس كتير جدا بتجيب لها الكهرباء بتبقى كبيره جدا. اول حاجه لازم تسمع الكلمتين اللي هقول لك عليهم. حضرتك بتشغلوا الشاشه في البيت، ولما تيجي تطفيها من الريموت وتخش تنام، عارف كانك بالظبط راكب عربيه اوتوماتيك ومشغل العربيه ودايس فرامل، فهي بتستهلك طاقه. تمام. عشان كده فاتوره الكهرباء بتلاقيها قد كده. حلو. ايه المطلوب حضرتك؟ المطلوب حضرتك بعد ما تفصل الشاشه حضرتك تقفل ايه؟ تشد الفيشه. شديت الفيشه حضرتك، البطاريه هنا انت كده مفيش ايه؟ ما بتستهلكش كهرباء. الشاحن لما تحط الشاحن في الموبايل حضرتك بيشحن. طب الموبايل اتشحن، فرق الجهد بتاع ده قد فرق الجهد ده، ما بيستهلكش كهرباء. شلت الشاحن بس شلت الشاحن من الموبايل بس الشاحن موجود في الفيشه، بيستهلك كهرباء. ايه اللي هيثبته لك؟ اللي هيثبت لك الكلام ده، تعالى مع بعض كده نشوف الترانزستور في حاله اون اوف، وهقول لك اللي هيجي في الامتحان. طبعا في كلام كتير في الحته دي بس انا مش هقوله، يعني انا هقول الحاجات اللي تيجي في الامتحان. تمام. اول حاجه لان دي مراجعه، خلي بالك القاعده هنا. بص بقى، ده اسمه الفي سي سي، فرق الجهد الكلي. الحته دي اسمها تيار القاعده اي بي. اي فرق جهد اسمه في بي، يعني فرق الجهد بتاع القاعده. تمام. اي سي ار سي، دي اسمها الحته دي اسمها ار سي. اي سي تيار المجمع ومقاومه المجمع. المنطقه دي اسمها الفي سي اي. المنطقه اسمها ايه؟ الفي سي اي. اوكي تمام. حلو قوي يا مستر. يبقى انا دلوقتي حضرتك طلعت الثلاث حاجات دول. اوكي. قال لك بص بقى، شايف الحته دي؟ ايوه، اديت القاعده جهد ايه؟ جهد كبير. قطب موجب واديتها اشاره موجبه. اديتها اشاره موجبه، جهد الداخل ده يبقى صغير، جهد الخارج يبقى كبير، يبقى الطرف في حاله اون. خلاص شكرا اون. طب انا لو اديت ده جهد سالب، يعني رحت شايل دي حضرتك كده ورحت حطيت لها جهد سالب. استنى بقى، جهد سالب اهو، وده جهد موجب، فبالتالي هنا يبقى المفتاح في حاله اوف. حلو. السؤال ازاي في الامتحان؟ تعويض مباشر للقانون اللي هقول لك عليه. الفي سي سي بتساوي الفي سي اي زائد اي سي ار سي. حلو قوي. ايه بقى الفي سي سي؟ فرق الجهد الكلي. الفي سي اي فرق الجهد بين الباعث والمجمع. اي سي تيار المجمع. ار سي مقاومه المجمع. ممكن يربط لك الحته دي باللي فات اللي هو الالفا اي والبيتا اي. اوكي، حصلت قبل كده كتير كتير كتير. يبقى ده الجزء الثاني. يبقى احنا كده خدنا كام فكره؟ عد معايا 3 افكار. هناخد الفكره الرابعه وناخد فاصل ونرجع ايه؟ نحل واثبت لك اللي انا بقوله في الحاجات اللي فاتت في الامتحانات اللي فاتت. يلا مع بعض. يلا يا شباب. الفكره الرابعه، ودي فكره ناس كتيره جدا ما بتذاكرهاش كتير، اسمها قاعده فليمنج لليد اليمنى واليسرى. طب اقسم لك والله موجودين في الامتحان، ده او دي، دي او دي، واحده منهم جايه في الامتحان. ممكن يجيب لك الاثنين بس انا ما اعتقدش يجيب لك الاثنين، بس يا اما يجيب لك دي يا اما يجيب لك دي. القاعده الاولى اسمها قاعده فليمنج لليد اليسرى. حركه مجال تيار حماتي. حركه مجال تيار حماتي. حركه مجال تيار حماتي. دي القاعده. حلو. فليمنج لليد اليسرى وادي فليمنج لليد اليمنى. دي بتحدد اتجاه القوة المغناطيسية ودي بتحدد اتجاه القوة الدافعة الكهربية. تمام، اللي هي المتولدة في سلك مستقيم. حلو تمام. ازاي اتعامل معاها؟ عايزك تبدأ معايا واحدة واحدة كده في الحتة اللي جاية دي عشان مهمة قوي قوي قوي. انا عندي المجال يا اما، خلينا نتكلم على الاول فليمنج لليد اليمنى. حلو قوي. فليمنج لليد ايه؟ اليمنى. انا عندي اكسات وعندي نقط. اكسات ونقط. اكسات ونقط. يا مستر انت جاي تلعب ولا ايه؟ هو فعلا كده. يلا. اكسات لو التيار ماشي كده او ماشي كده او ماشي كده زي ما تسميها حضرتك. نقط اهي اهي اهي. صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك كبر يا عم اهو. بص حضرتك دلوقتي، حضرتك ده اليد اليمنى بتاعتي،
حركة مجال تيار حماتي، حركة ابهام مجال تيار، مجال ايه؟ مجال بي تيار اي. حلو، انت عندك اكسات، اكسات يبقى ده يبقى لتحت، تاني ده يبقى لتحت اهو، اهو ده لتحت لتحت. اوكي تمام، انا عندي اكسات. اوكي، اروح ماشي مع اتجاه التيار، جه ولا لا؟ يبقى القوه كده اهو، يبقى القوه الدفعه والفي كده اهو. طيب كده بس جه العكس، اروح مشقلب ايدي كده اهو. حلو، يعني هتبقى الاسفل كده اهو. حلو، طيب في طريقه تانية لو خدت بالك، انا عندي ركز معايا هنا عشان نفهمها، وبعد كده ايه ناخد قاعده فليمنج لليد اليسرى. دلوقتي حضرتك انا عندي ده ايه ده؟ اسمه ايه؟ السباب. وده اسمه ايه؟ الوسط. وده اسمه ايه؟ الابهام. لو اكسات يبقى لتحت، لو نقط يبقى لفوق. تاني، اكسات لتحت نقط فوق، اكسات تحت نقط فوق، اكسات تحت نقط فوق، وهكذا. فهمت ولا لا؟ يلا لو قلتهم 10 مرات يبقى انت كده برنس. ها، اكسات تحت، ها نقط فوق، ها اكسات تحت نقط فوق، اكسات تحت نقط فوق. لا انت جاي تهزر بقى. تمام، اكسات تحت اهي، وامشي كده. اوكي، واتجاه المجال. حلو، طب وانا شغال على ورقه احلى ما انا شغال على السبوره. اقول لك ليه. دلوقتي هروح جايب ورقه واعملها لك دلوقتي بطريقه سهله جدا، شفرات الحفناوي يا جدعان. يلا اهو، دلوقتي انا عندي ورقه اهي، انا عندي اكسات اهي، وعندي تيار اهو، حسبت ايدي اهو، صح؟ تياري كده اهو، ها صح؟ احرك ده لحد ما يجي زي السهم بالظبط، يبقى باتجاه القوه كده. شفت سهله ازاي؟ انا هستخدم ايه؟ ورق، هستخدم ورق، يبقى بالتالي استخدم الحته دي، ده افضل. يبقى نقول كده تمام، سيبك من دي، مش هستخدم السبوره خالص، محدش يزعل نفسه. تمام، انا عندي ورقه كمان اهي. يلا كده كده مستر محمد عنده ورق كتير وعنده قلامه كتير، مش هتفرق معاه. يلا دلوقتي انا عندي نقط اهو. حلو، وانا عندي ماشي كده، اجيبها ازاي؟ استخدم اليد اليمنى ولا اليد اليسرى؟ بعرف ازاي. لو قوه دفعه كهربيه مستحثه يبقى اليد اليمنى، لو قوه مغناطيسيه يبقى اليد اليسرى. خلينا في اليد اليمنى اهي، صح؟ جه مع السهم يا جدع، اتجاه جه مع السهم، لا صح؟ حرك ده حرك ده، جه مع السهم جم مع السهم، يبقى الحركه كده. فهمتوها؟ يبقى ده الفي. صعبه؟ وهكذا. طب فليمنج لليد اليسرى كمان، هنحط اكسات ونحط السهم كده، اكس يعني كده، او اليد اليسرى اهي، يسرى اهي اللي فيها الدبل اهي، ها اكسات اهو. ماشي كده، يبقى ده مين؟ ايوه السهم، يبقى اتجاه القوه كده اسمها الاف. خدت بالك؟ يلا ورقه كمان. والله لا خلصت لك الكشكول يا مستر محمد اهو اهو، ودي ميزه اهو، شايف؟ سهله اهو. يلا واحده كمان. اكسات اهي ورايح لكده، اكسات. اوكي، حرك 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 حرك، يبقى ده اتجاه القوه. شفت سهله ازاي؟ يبقى انا مش لازم اقعد اعمل كده واقعد ارقص في اللجنه، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين بالراحه كده، واحده واحده، وهتلاقي الدنيا سهله. اكس لاسفل، يا اما نقطه يا اما من ان الاس. ها، مشي ده مع السهم، حرك الكشكول لحد ما يجي مع السهم، ثم بعد كده حرك دي الفكره الرابعه. وكده خلصنا شرح الجزء الاول. نخش بقى على المسائل بس بعد الفاصل. بس قبل ما اتكلم على الفاصل، يلا بقى نصلي على النبي ونقول لا حول ولا قوه الا بالله اكتر من مره، بنيه ان انتوا تجيبوا مجموع حلو في ثالثه ثانوي. يلا استنونا. يلا يا شباب نبدا بقى كده جزء المسائل. هنبدا كده زي ما احنا متعودين، احنا خدنا 4 افكار من 46 هنحل عليهم ونشوف الاسئله اللي جت في امتحان قبل كده. يلا مع بعض. اول سؤال معايا بيقول لك ايه؟ سلكان 1 و2 مصنوعان من نفس الماده، طول السلك الاول يساوي 3L ونصف قطره R، وبينما طول السلك الثاني يساوي 2L ونصف قطره 2R. هعمل ايه بقى؟ مش انت عندك نجيب المقاومات. الار 1 هو قال لك طوله 3L يعني 3 على 1. الار 2 هتبقى 2 على 2 تربيع، احنا ب 2 ار تربيع اهي عشان تبقى عارف، دي ار ودي 2 ار تربيع. احنا بنعوض عن قيمه المجهول بواحد، يعني دي تطلع ب3 ودي تطلع 2 على 2 تربيع يعني كام؟ فيها 2 على 2 تربيع يعني فيها نص، يبقى المقاومه هنا ب3 وهنا بكام؟ بنص.
طيب تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. قال لك انا عايز نسبة الاي 1 على الاي 2. حلو، نرجع مع بعض، بس خلي بالك ان الفي بي بتاعت الاول ده قيمتها في بي والثانيه 2 في بي. يعني هنعوض عن قيمه الفي اهي، هنقول كده في بي على 3 والثانيه 2 في بي على نص. الفي بي تروح مع الفي بي، يعني تلت على 2 على نص فيها 1 على ال 12. دي طريقه. الطريقه الثانيه هنشرحها بالتفصيل هنا برضه. انت حضرتك دلوقتي بتلعب على ارقام 3 و1، يبقى هنقول كده ده 3 وده كام؟ وده 1. حلو، يعني المقاومه بتاعتك انت هنا 3، اروح كاتب على دي 3. طيب الثاني 2 على 2 تربيع، 2 على 2 تربيع يعني فيها نص، يبقى المقاومه بتاعتك نص. هات لي الاي هنا 1 على 3 يعني تلت. هنا 2 على نص فيها ايه؟ فيها 4. يبقى اقول تلت على الأربعة، التلاتة تنزل تحت تبقى 1 على كام؟ على ال 12. فالإجابة الصح هتطلع ب. السؤال اللي بعد كده في الشكل السابق ابدأ كده مع بعض. الشكل الذي أمامك 4 موصلات منتظمة المقطع من نفس المادة مختلفة الأبعاد. ترتيب هذه الموصلات تصاعديا حسب مقاومتها الكهربية مبتدأ من الأقل مقاومة إلى الأعلى. يعني أنت تصاعديا، خلي بالك من الحتة دي، تصاعديا بتبدأ من الصغير وتطلع بيه، تنازليا بتبدأ من الكبير وتنزل بيه. خدت بالك؟ فتعالى بقى مع بعض هنلعب بأرقام زي ما احنا اتفقنا. أول شكل إيه؟ 2 على الاتنين فيها 1، روح كاتب عليه 1 كده. البي 1 على التلاتة اللي على ايه يبقى تلت. السي 2 على الواحد فيها الاتنين. ده 1 على الأربعة فيها ايه؟ فيها ربع، يبقى 1 تلت ربع 2. يبقى الإجابة الصح هنقول الترتيب التصاعدي انت بتبدأ بالصغير اللي هو دي، ثم أصغر من مين بعده؟ بي، ثم مين بعده؟ A، ثم C. فالإجابة الصح هتطلع ب. تطلع ب. السؤال اللي بعد كده وده سؤال يتحل، ده سهل جدا بقى. هو عايز R1 على R2، يبقى أقول كده R1 على R2. فاكرين قانوننا لا ال1 2 ال2 A1 ونبدأ كده نعوض. قال لك لهما نفس الطول، يبقى ال تروح مع ال. مساحة مقطع التاني 3 أمثال الأولاني، يبقى نحط ده 3 وده 1، يبقى الإجابة هتطلع 3 ل1 على طول. وده سؤال سهل جدا. سلكان مهم جدا السؤال رقم 4 ده. تمام؟ نبدأ كده مع بعض نقراه بالراحة كده عشان إيه؟ هنحله على السبورة. دلوقتي هو بيقول لك إيه؟ اقرا كده معايا يا شباب. سلكان من نفس المادة، يبقى الروي مع الروي. قطر الأول 3 أمثال التاني، ومقاومة الثاني 4 أمثال مقاومة السلك الأولاني، لذا فإن طول السلك الثاني يساوي طول السلك كام؟ نبدأ كده مع بعض. أنت دلوقتي معايا واحدة واحدة، طبعا PDF ده مهم جدا أو أنت تصوره هتعرف تتعامل إزاي مع السؤال. دلوقتي هو بيقول لك سلكان من نفس المادة، صح؟ إذا علمت أن قطر السلك الأول 3 أمثال قطر السلك الثاني، يعني R1 ب3 والR2 بكام؟ ب1. ومقاومة السلك الثاني 4 أمثال، يبقى الR1 ب1 والR2 ب4. هو عايز ال1 وعايز ال الثاني على ال1. خلاص، القانون بتاعنا لو تفتكروا كان بتساوي R1 على R2، قانون لالا ال1، بس هنشيل ال ونحط بدلها ايه؟ R2 تربيع، ال2 R1 تربيع. عوض يا ابن الحلال. الR1 بكام؟ 1، الR2 4، ال1 اهي الاتنين زي ما هي R2 تربيع، يبقى نحط 1 تربيع على 3 تربيع، يعني تتفك تبقى 9. طرفين في وسطين 4 في ال1 بتساوي 9 ال2. انت عايز ايه؟ قال لك انا عايز، بص كده ركز، عايز الثاني الى الاولاني، الثاني الى الاولاني. خدت بالك من دي؟ يعني هنقول كده ال2 على ال1 ما ترجعش فاضي سيادتك، يبقى 4 على 9. 4 على كام؟ على 9. وده سؤال جميل جدا. سؤال رقم 5. يلا يا شباب، بيقول لك ايه في السؤال رقم 5؟ يمر تيار شدته I في موصل طوله L
مساحته A عند تغيير البطارية. تغيير البطارية بالمقاومة ثابتة مش هتتغير، التيار أصبح 3 I، يبقى المقاومة على طول نفس المساحة، فالإجابة هتطلع A. لو أنا استخدمت غيرت البطارية يبقى المقاومة ثابتة. السؤال رقم 6 ده بقى اللي هيعجبك أوي. بيقول لك في السؤال رقم 6: عندما يمر التيار شدته I في موصل طوله L، مساحة مقطعه 3A، يبقى المقاومة كام؟ زي ما احنا اتفقنا عوض عن كل رقم بإيه؟ بأرقام، يعني L على 3، يعني 1 على 3. 1 على كام؟ على 3. اوكي، وعند استخدام نفس البطارية يبقى المقاومة اتغيرت. حلو؟ مع تغيير الموصل اهو زي ما قلت لك من نفس المادة، وجدنا أن شدة التيار أصبحت 3 أمبير. التلت معناها كان I. طب التلاتة اي يبقى معناها ايه بقى؟ اكس، يعني المفروض تبقى توسع، لان المقاومه بتتناسب عكسيا مع مين؟ مع شده التيار. ندور بقى. 3 على 3 فيها 1 ما ينفعش. 2 على 18 فيها 9، هي دي الاجابه الصح، يبقى الاجابه هتطلع ايه؟ ب. 18 على 2 فيها 9، لا ما تنفعش. تلت وتلت 1 ما ينفعش، يبقى دي ودي ما ينفعوش، يبقى الاجابه الصح هتبقى ايه؟ هتبقى ب. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 7: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الار 1 على ايه؟ بص بقى ركز معايا. اسلاك اكس واي من اسلاك كل مجموعه مصنوعه من معدن مختلف، يبقى الرو اختلفت. حلو. وعند نفس درجه الحراره، علما بان طول كل سلك من كل مجموعه 1 متر، يبقى الطول 1. هنا بقى حضرتك خدت بالك من حاجه، مين مقاومته اكبر؟ الاكس، يبقى السيجما بتاعت الاكس اقل من السيجما بتاعت الواي، يبقى الرو اكس اكبر من الرو واي. الرو هي المقاومه النوعيه. طيب مين اكبر سمكا؟ الاكبر سمكا اقل مقاومه، يبقى السلك الواي هو اكبر سمك، يبقى الاي بتاعت الواي اكبر من الاي بتاعت الاكس، فالاجابه الصح هتبقى ايه؟ اكتب في تعليقك وريني. يبقى الاجابه الصح هتطلع رقم، هي دي الاصح. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال سهل جدا، رقم 8: يوضح الرسم البياني العلاقه بين مقاومه ار لعده اسلاك مصنوعه من مواد مختلفه لهما نفس الطول واحجامها. الترتيب الصحيح على طول، ما دام سيجما يبقى بيلعب في مين حضرتك؟ بيلعب في المقاومه. مقاومه كبيره يبقى سيجما قليله. مين اقل مقاومه؟ السلك A. اقل مقاومه السلك A، يبقى السيجما A اكبر من السيجما 2 او B، اهو 2 خليها 2، اكبر من السيجما 3، اكبر من السيجما 4، فالاجابه هتطلع مين؟ انا شايف الاجابه هتطلع ج، يبقى الاجابه هتطلع ج. السؤال اللي بعد كده يا شباب، يلا السؤال ده مهم جدا انت تبقى عارفه. رقم 9: سلك من النحاس مصطزم المقطع تم تشكيله على هيئه مستطيل اكس واي اكس ام. حلو قوي. طوله ضعف عرضه حتى نحصل على اكبر مقاومه. ركز معايا، اكبر مقاومه يبقى تدور على اكبر طول، حتى لو متوسطين توازي دور على اكبر طول. اقل مقاومه دور على اقل طول. طب تعالى بقى نشوف الرسمه الصح. مين اكبر طول؟ ام كي، لا دي حته بس صغننه ما تنفعش، يبقى نروح نلغيها، يبقى نعمل عليها اكس كده ونلغي الشكل. حلو. واي كي ماشي كبير بس مش قوي يعني، ماشي خلينا بقى نحط عليها اكس كده، يعني نقطه بس ممكن تبقى دي الصح. اكس واي، لا دي حته صغيره، لا شكرا اعمل عليها اكس. حلو. يبقى انا عندي ب ودال كي واكس. فين كي؟ اكس. بص ده اكبر طول صح، يبقى ده الغي ده وخد الاخير. شفت؟ لان المقاومه كبيره يبقى اكبر طول وهكذا، فخلي بالك المعلومه دي. رقم 10 ده سؤال سهل جدا بقى. 10 بيقول لك يمثل الشكل وعايز قيمه المقاومه بين A و B. حضرتك هنلغي مقاومات هنا، نلغي بقى ايه؟ السلك الفاضي يلغي المقاومه اهو، ده اتلغت ودول اتلغوا. يبقى انا عندي كام مقاومه؟ 4 مقاومات، 2 فوق و2 تحت، يعني 2 فوق و2 تحت، يبقى المقاومه هتبقى R. وده سؤال جميل جدا. الفكره اللي انا قلت عليها. رقم 11: في الشكل المقابل تكون المقاومه المكافئه بين A و B. شايف ال10 دي وال10 دي هيتلغوا. ليه؟ السلك الفاضي يلغي المقاومه. 10 و10 تحت ناخدهم توازي يبقى معايا 5. السؤال بعد كده رقم 12: 4 مقاومات متماثله موصله كما بالشكل، فيكون ترتيبها تنازليا حسب المقاومه.
هنا بقى لو خدت بالك من السؤال ده، انا عايزك تركز قوي في الحته دي وتحلها وتاخد كل مساله كانها مساله اخر مساله في الامتحان، او كل شكل كانه اخر مساله في الامتحان علشان بيلخبط. تعالى بقى نحلها ازاي. هو مديك كام حاجه؟ الشكل ده انت عندك 3 فوق وواحد تحت، خليت كل مقاومه بواحد. 3 و1 يعني فيها 3 على 4 اللي هي 3 في 1 على 3 زائد 1. 2 و1 ثم 1 يعني بقت 2 على 3 زائد 1 هتبقى 5 على 3 تقريبا. دي 4. دي 3 1 1 1 يعني تلت. 1 يعني 1 3 3 3. مين أكبر مقاومة؟ رقم 4. هو قال لك ترتيب إيه؟ تنازلي، يبقى تبدأ بإيه؟ الكبير الأصغر واحد. أصغر واحد اللي هو 4. 4 ثم 1 ثم 3 ثم 2، يبقى الإجابة الصح هتطلع ب. السؤال رقم 13 ده سؤال جميل جدا. أي مجموعة مقاومات تحت مقاومة قيمتها R؟ مين فيهم تحت قيمتها R؟ نجرب كل واحد واحد. R و3 R، 4 R و2 R، R 3 R و2 R و4 R. لا، هنا دي 4 ودي 6 يبقى ده 2. 3 و6 2 و1 يبقى 3. 4 و4 و4 2 و2 يبقى دي R، يبقى دي الإجابة الصح. تمام، كمل كده. 6 و3 2 2 1 ده أقل من الواحد ما تنفعش. السؤال رقم 14. 4 مقاومات متساوية وصلت معا كما بالشكل الموضح، أي شكل يعطي أقل مقاومة؟ مين أقل مقاومة؟ اللي هو متوصل توازي أكتر. دي كده كده هتبقى بواحد، ودي نص ونص يبقى معاك واحد، الاتنين لغوا بعض. نص يبقى دي 2 ونص. أقل مقاومة اللي هي مين؟ دال، لأنها أقل واحدة من حيث التوصيل على التوازي. سؤال رقم 15. لا، الأسئلة السهلة يا جماعة، احنا بنمشي بسرعة. سؤال 15 سؤال جميل جدا. رتب الأشكال الموضحة طبقا للمقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات من الأقل للأكبر، علما بأن المقاومات متماثلة. الأول صلي على النبي، هو عايز من الأقل للأكبر. نبدأ كده مع بعض، خلي قيمتها كل واحدة فيهم بواحد. دول يا شباب هيبقوا كام؟ R و R يعني معناها نص. نص وواحد يعني دي بواحد ونص. دي 3 R، دي تلت، وده أقل واحدة. R و R 2 مع الواحد بقت 2 على 3 اللي هي 2 في 1 على 2 زائد 1. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي، عشان بس ايه وقت المراجعة ناخد كم كبير، فأنا بمشي بسرعة على الحاجات السهلة. مين أكبر واحدة؟ اللي هي 2. هو عايز من الأقل لأكبر، يبقى تبدأ بمين؟ تبدأ ب3 صح؟ يبقى نبدأ بكام؟ من 3. أقل من مين 3 بقى؟ برافو، أقل من، صح، أقل من 4. يبقى 3 أقل من 4 لأن دي 2 على 3 ثم 1 ثم 2، يبقى الإجابة الصح هتطلع ألف. بص بتلخبط. السؤال اللي بعد كده رقم 16. تمام. ولديك مجموعة من المقاومات. بص يا شباب، أهم حاجة التركيز. خلي بالك، مش معنى إن الأسئلة سهلة يبقى مشيها بسرعة، لا. أنا بس بمشيها بسرعة عشان أنا حليتها قبل كده مرات كتير. لكن أنت في الامتحان لازم بالراحة، وأنت في الامتحان بالراحة، لأن ده مستقبل، وخاصة بتوع علم علوم. علم علوم النص درجة توديك مكان لمكان، النص درجة توديك من المنوفية توديك الصعيد، فخلي بالك. رقم 16 بالراحة كده ومع بعضهم. لديك مجموعتين كهربيتين، إذا علمت أن المقاومة الأولى 3 أضعاف المقاومة الثانية، وعند توصيلهم على التوازي كانت المقاومة 3، فإن قيمة المقاومة المكافئة عند توصيل مع التوالي. ركز بس معايا هنا، وقال لك معاك واحدة R والثانية 3 R. لما وصلتهم على التوازي كانت قيمتهم 3، يبقى ال3 بتساوي 3 R في R على 3 R زائد R. 3 R في R يعني بقت 3 R تربيع على 4 R، فالأرض يروح مع التربيع بتساوي 3. 3 في 4 بكام؟ ب 12. 12 بتساوي 3 R، يبقى الR الواحدة بكام؟ 12 على 3، الR الواحدة ب4. حلو. لما اوصلهم على التوالي، حلو، ما انت عندك دي ب4 صح؟ ودي 3 في 4 يبقوا كام؟ 12. 4 و12 لما اوصلهم على التوازي بقول 4 زائد 12 يبقى معاك الناتج 16. خدت بالك من السؤال ده؟ يبقى ده سؤال جميل جدا. يبقى الإجابة هتطلع ب 16، وده حليناها جه في امتحان قبل كده كتير جدا. السؤال اللي بعد كده 17. لديك 3 مقاومات كما بالشكل. تمام؟ 6 و4
و3. عند توصيلهم على التوازي كانت المقاومة المكافئة 4. المقاومة المكافئة كام؟ 4. لذلك فإن المقاومة المكافئة عند توصيلهم على التوالي تساوي كام؟ لديك 3 مقاومات كما بالشكل 6 و4 و3. عند توصيلهم على التوازي كانت المقاومة المكافئة لهم 4. فإن توصيلهم على التوالي يبقى كام؟ يبقى نقول كده توصيلهم على التوازي يبقى 1 على 6 ار صح؟ زائد 1 على 4 ار زائد 1 على 3 ار بيساوي 1 على ال4. اعملها بالسولف هجيب قيمة الار. هجيب قيمة ايه؟ الار. يعني لو عملتها بالسولف هجيب قيمة مين؟ الار. اتفقنا؟ طب نعملها ازاي بالآلة؟ قيمة الار بتتجاب كده تمام؟ 6 ار. ممكن تعمل طريقة تانية. 6 مع ال3 2. 2 مع الار بقت 4 ار صح؟ في 2 ار على 4 ار زائد 2 ار صح؟ هيساوي 4. 4 يعني 8 ار على 6 بتساوي 4. 6 في 4 ب 24 على 8 يبقى الار ب 3. الار بكام؟ ب 3. تعالى بقى نعوض لما اوصلهم على التوالي. 3 في 6 ب 18 زائد 3 في 4 ب 12 زائد 3 في ار 9. 9 في 3 ب 9 واجمعهم مع بعض هيديني 39. يبقى الاجابه هتطلع د. السؤال ده يتحل تاني عشان مهم جدا. يبقى دلوقتي هحلها بس على البتاع دي. يبقى خلي بالك من الحته دي علشان دي مهمه جدا. سؤال رقم 17. اول حاجه هعمل ايه؟ هكتب كده انت عندك 6 ار و4 ار و3 ار يبقى 1 على 4 بتساوي 1 على 6 ار زائد 1 على 4 ار زائد 1 على 3 ار واعملها بالسولف هتطلع معايا الار معناها ب3. معناها بكام؟ 3. اروح جامع 6 في 3 ب 18 زائد 4 في 3 ب 12 زائد 3 في 3 بكام؟ 9. هروح جامعهم مع بعض يديني 39. وده سؤال صعب شويه بس يعني تعرفوا تحلوه. الاسئله اللي جايه هحل 18 و19 و20 هحلهم كلهم. هخليهم كانهم تبع الفكره بتاعتنا. الفكره اللي هي ايه؟ الاولى اللي هي الفكره الثانيه اللي هي بتاعه توصيل المقاومات. في الدائره الكهربائيه بشكل اي الاختيارات صحيحه علما بان لمقدار كل من الفي بي والاي 1 والاي 2. بصوا بقى يا شباب انا عايزك تركز معايا في الحته دي تاني. نقرا السؤال ده تاني. رقم 18 بيقول لك في الدائره الكهربائيه اي الخيارات التاليه يمثل الاختيار الصحيح. مين هنا هيمثل الاختيار الصحيح؟ ها دلوقتي انا عندي مشكله. ايه هي؟ ان انا عندي مقاومات وفي بي وحاجات كده. تعالى بقى الاول نصحصح كده مع بعض ونصلي على النبي. ده بكام؟ ب 2 ار صح؟ وده ار. ده 2 ار وده ار. فنفترض ان ده بواحد. يبقى ده اكيد نضرب طرفين فاصلين نقول ايه؟ 1 في 2 ب2 على الواحد فيها الاثنين. لان التيار المقاومه الكبيره تيارها ايه؟ صغير. والمقاومه الصغيره تيارها كبير. خدت بالك؟ طيب حلو. يعني دي بواحد دي 2 يبقى التيار هنا ب3. حلو قوي. يبقى الاي 1 لازم يكون 3 والاي 2 لازم يكون 2. يبقى الاجابه هتبقى د. طيب يا اما ما فيش قدامي غير د. طيب تعالى بقى نتاكد من الفي بي. مش ده 12 دي ودي دايره شحن وهناخدها في الفيديو اللي بعد كده اللي هي دايره الشحن والتفريغ عشان جاي في الامتحان. 12 ناقص في بي يعني ناقص 6 يبقى 6. حلو. يبقى دي الاصح والافضل اللي هي رقم د. طب ممكن ناخد ب انها 18 ناقص 12 تبقى 6. بس بص اللخبطه في ايه؟ انها 3 و1 ودي مبنيه على الافتراض. فالاجابه الصح د. رقم 19 في الشكل المقابل اي من الاختبارات التاليه يكون عندها المقاومه بين طرفي اي وبي مقدارهم 5 اوم. مين فيهم 5 اوم؟ طيب تعالى بقى نجرب بقى. حلو. انا عشان وقت الحصه هقول الاجابه الاصح يعني عشان وقت الحصه مع بعض عشان وقت اسمه ده وقت الحلقه همشي على طول بالسرعه. فانا هفترض نبدا بالاول افتراض رقم ب. تمام. اللي انا شاكك فيها هقول كده 8 وكام؟ وهنا 2. لا ثانيه واحده. الار 1 بكام؟ قال لك لا ثانيه واحده معلش. الار 1 بواحد وده ب9 وده ب8 2 وده ب8 وراح عامل 2 و8 اقول كده 2 في 8 على 2 زائد 8 زائد 2 ونص زائد 1 في 9
على 1 زائد 9 واعملها بالسولف او اعملها بالاله، لو طلع معايا 5 يبقى دي الاجابه الصح. فانا لما عملتها طلعت 5، فالاجابه دي ايه الصح، واقعد اجرب. السؤال اللي هم 20 21 و20 ده مهم جدا، لازم تاخد بالك منه. راجع معايا 20، راجع معايا بالتفصيل. في الشكل المقابل تكون شدة التيار هنا كام؟ انت عندك 12 و6 يبقوا 18. 18 مع التسعة دول هيبقوا توازي، يعني كده دي كلها ب6. 6 و3 بقت 9. حلو، نيجي هنا شايف الحتة دي جزأ لي التيار، يبقى التسعة مع المقاومة اللي هاخدها لازم تبقى توازي. 18 و6 هتبقى 4.5. 4.5 و9 يبقى نقول 9 في 4.5 على 9 زائد 4.5، هيطلع معايا الناتج تقريبا 3. حلو، اذا الاي هقول كده الاي مش قانوننا بتساوي في باتري على ار زائد ار، ايوه، يبقى نقول 12 على 3 زائد 1 يطلع معايا الناتج 3 امبير. 3 ايه؟ امبير. السؤال الاخير بتاع الفكره بتاعتنا الثالثه دي، 4 مقاومات كهربيه متصله معا كما بالشكل، ومؤشر الاميتر يشير الى نفس القراءه. ما دام بيشيل نفس القراءه يبقى تدور على مقاومتين زي بعض. ركز معايا، كبر الرسم اهو. فين المقاومتين اللي زي بعض حضرتك؟ تمام، هنا دلوقتي نص و2 صح اهو. بيقول لك ايه؟ انا مديك النقط A و B و B و C. تعالى بقى نجرب مره واحده واحده. هي ليها حلين، انت ممكن تجربها خطوه خطوه اختياري، وممكن تبص الرسم وتعملها مع بعض مباشره. يعني في ناس تقول لك انا هجرب الاختيار 1، لو طلع صح حلو، لو طلع ب يبقى صح واقعد اجرب، يا اما اروح عامل بص للرسمه والرسمه ذات نفسها خير دليل. يعني انت عندك دلوقتي 2.5 وكام و2، يعني انت عشان توصل لاكبر، يعني القراءتين زي بعض لازم يكون المقاومه زي بعض. فانا عندي دي ودي، نص واحد ونص يبقى كام؟ 2 ودي 2. دي طريقة صح؟ فالإجابة هتطلع مين؟ AB AD و AC صح؟ دي طريقة. في طريقة تانية، تعال نجرب، احنا نجرب بقى ايه؟ الاختيارات، لأن ده في الامتحان. هو قال لك من النقطة BC، فين BC؟ BC أهي صح؟ نمسح بس اللي فاتت، ناخد BC أوكي؟ ماشي، والنقطة دي بي، لا دي 2.5 ودي 1.5، لا شكرا، يبقى نعمل عليه اكس ونمسح الكلام ده. حلو، يلا اي سي اي دي، اي سي 1.5 و2.5، لا ودي نص و2.5، لا ما ينفعش اكس. النقطة ج نمسح بس اللي فات، اي سي اهي 1.5 و2.5 اوكي، والنقطة بي دي 2.5 1.5 صح، يبقى دي النقطة الصح. ركز كده معايا، 1.5 اهو فوق و2.5 تحت. طب لو خدت بي دي 2.5 فوق و1.5 تحت، يبقى هي دي الإجابة الصح. يبقى دي ايه؟ الإجابة الصح. وبكده خلصنا الجزء بتاع توصيل المقاومات والجزء بتاعه. ناخد فاصل وناخد الجزء الأخير في المراجعة بتاعتنا النهارده.